فاضل أقل من 72 ساعة. رمضان بيلملم أوراقه وماشي. حاسس إنك قصرت؟ حاسس إن رمضان ضاع منك في الطبيخ أو الشغل أو حتى الموبايل؟ جيت أقولك إن لسه فيه وقت إضافي. العبرة مش بمين بدأ صح، العبرة بمين هينهي صح. ربنا لسه بيعتق رقاب من النار كل ليلة لحد آخر ليلة. لسه عندك فرصة تكون منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بخواتيمها، يعني اللحظات الأخيرة دي هي اللي ممكن تغير الميزان كله. تخيل لو عشت ال3 أيام دول كأنهم أول يوم في رمضان بجد. بلاش تقعد تندم على اللي فات، الندم هياكل وقتك. قوم دلوقتي، في كنز لسه مستنيك. عشان نلحق اللي فات هنعمل 3 حاجات مفعولهم زي السحر. 1. تجديد التوبة. اقعد بينك وبين ربنا وقول له: يا رب أنا قصرت، بس جيت لك في آخر لحظة، اقبلني. 2. الضربة القاضية في الذكر. لو مش قادر تقرأ أجزاء كتير، ركز على سبحان الله وبحمده 100 مرة، والاستغفار دي بتجبر الكسر. 3. صدقة ليلة العيد. مش لازم مبلغ كبير، جبر خاطر عامل أو إطعام شخص أو مساعدة حد محتاج. الصدقة في الأوقات دي بتمسح الذنوب. يا جماعة، ربنا كريم لدرجة إن في ليلة الجايزة وهي ليلة العيد. يعني حتى لما رمضان يخلص ربنا بيدي الجوايز للناس اللي عفرت لآخر لحظة. ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويقولك خلاص فات الأوان. لسه في صلاة فجر، ولسه في قيام ليل، ولسه في دعاء. الساعات دي أغلى من الذهب. ضيعنا كتير بس مش هنضيع الباقي. أنا عايزكم دلوقتي في التعليقات كل واحد يكتب: يا رب اجبر كسر قلوبنا في وداع رمضان. اكتبوها بنية إن ربنا يجبر تقصيرنا ويقبلنا. وقولوا لي بصراحة، إيه أكتر حاجة ندمت إنك عملتها أو ما عملتهاش في رمضان ده، عشان نتعلم من بعض لرمضان الجاي إن شاء الله. شارك الفيديو ده مع أي حد حاسس إنه مقصر، يمكن تكون السبب في رجوعه لربنا. أشوفكم على خير وفي أمان الله.